الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أحبابنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من كيف ترقي نفسك. حديثنا اليوم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، جعلني الله وإياكم منهم، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون فعل مبني للمجهول، يعني لا يطلبون رقية من أحد، إذا احتاج الرقية يرقي نفسه. لكن من وين اجت هاي؟ انه يجيبوا شيخ ويقرأ عليهم. في إلى تأصيل شرعي نعم، لكن ايمت بشروط طبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك. يعني أنت تستطيع أن تفيد أخوك بأي جانب من جوانب الحياة، سواء بالرقية الشرعية أو بغيرها، فلا تقصر. لكن في شرط بالنسبة للرقية، طبعا في شرط: لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك. يعني اختصر لنا النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الرقية أنه ما يكون فيها شركيات، وما عدا ذلك كله مباح، طالما ضمن إطار المباح فلا بأس في الرقية. على سبيل المثال أن تقرأ القرآن كما ذكرنا في حلقات سابقة، سورة البقرة تقرأها على ماء، تشرب منه، تغتسل منه، تقرأ على زيت، تأكل من هذا الزيت، تدهن من هذا الزيت، تقرأ على عسل، تعمل حجامة، تستعمل عشبة معينة. هذا كله يرجع من باب الخبرة في هذا المجال، طالما أنه ضمن المباح بإذن الله ما في مشكلة عليه. طيب شو شروط الراقي الشرعي؟ رح نلحق هذا الفيديو بفيديو آخر نتحدث فيه عن شروط الراقي الشرعي ومين هو الراقي الشرعي، إذا احتجنا أن نجيب شيخ ليقرأ لنا لسبب أنه هذا المريض مثلا العارض عليه قوي، لا يستطيع أنه يقرأ على نفسه، أو أنه جاهل ما بيعرف يقرأ على نفسه. فالأصل أنه هو يرقي نفسه إذا ما استطاع أهل بيته. إذا ما استطاع فبدنا نجيب إنسان له شروط نحكي فيها بفيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.